مشاهدينا في كل مكان، سعدتم أوقاتا. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يبعث رسالة إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية. الإقليم الجنوبي يحيي 8 مارس في حاضرة الإقليم مدينة مندفرة. بحث تحسين نتائج التعليم في الإقليم الجنوبي. خامنئي يقول إن إيران لن تتفاوض تحت ضغط البلطجة الأمريكية. الصين تعلن فرض رسوم جمركية على منتجات غذائية من كندا. والرئيس الكوري الجنوبي المقال يخرج من السجن بأمر قضائي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي برسالة إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. سلم الرسالة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في الرياض اليوم 9 مارس إلى وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله. بحث لقاء الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء من جانب إريتريا القائمة بأعمال السفارة الإريترية السيدة وين جرزغير، ومن جانب المملكة العربية السعودية نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي ومسؤولين آخرين في الوزارة. أحيا الإقليم الجنوبي في حفل نقيم بمدينة مندفرة يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار تحرر المرأة من أجل التنمية الشاملة. حضر الحفل ممثلو السكان ومنسوبو قوات الدفاع، وشهد فعاليات فنية تعكس بطولات المرأة الإريترية وكلمات تضامنية. وقالت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة السيدة سنايت أفورقي في كلمتها، قالت إن الهدف هو تحرر المرأة الأكبر هو ضمان تنمية وتطور المجتمع عامة. وأوضحت أن التقدم الذي أحرزه شعب إريتريا في ضمان حقوق المرأة والمساواة والموقف الصحيح والوعي الذي تطور نتيجة لذلك هو من التاريخ الذي يفتخر به ومثال للقيم الوطنية. وقالت إن مشاركة المرأة وتنافسها في التعليم بما في ذلك في المجالات المهنية من الأهداف التي حققت تقدما جيدا، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة في الإقليم لتمكين التطور الاقتصادي للمرأة ومكافحة العادات الضارة يحقق تغييرا مشجعا. وأكدت الكلمات التضامنية للاتحادات الوطنية والمجلس على العمل المنسق لإنجاح جهود الاتحاد الوطني للمرأة لتحقيق المشاركة الشاملة للمرأة. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون إن الجهود المبذولة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والقدرة التنافسية للمرأة الإريترية يؤتي ثماره. بدوره احتفل إقليم شمال البحر الأحمر باليوم العالمي للمرأة عبر تنظيم نفير لتنظيف مقابر الشهداء ومسابقات المعلومات العامة وفعاليات فنية. وقالت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة السيدة جمعة محمود الراكي في الحفل المنظم على مستوى الإقليم في استاد مصوعة تحت شعار تحرر المرأة من أجل التنمية الشاملة، إن التقدم الذي تم إحرازه في المراحل الماضية في مجالات التنمية والتصدي أبرز الدور المهم للمرأة. وأعربت عن إيمانها الراسخ على مشاركة ومساهمة المرأة في إنجاح برامج التنمية الوطنية. وأوضح مديرية مصوع السيد هايلي أسفهان أن المرأة الإريترية لعبت دورا حاسما منذ الأزل في الدفاع عن الديرة وتحقيق الاستقلال والحفاظ على السيادة وكذلك إنجاح برامج التنمية الموحدة. وقامت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام المناسبة قامت بتوزيع الجوائز المالية على الفائزين في مسابقات المعلومات العامة التي أقيمت احتفالا بهذا اليوم. شهد الاحتفال عروض فنية قدمتها فرقة الراقة الفنية التابعة لإقليم شمال البحر الأحمر. دعا مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني في الاجتماع الذي عقد يومي 6 و7 مارس على مستوى الإقليم، دعا إلى بذل الجهود لتحسين جودة التعليم وتحسين نتائج الطلاب. وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتحديد نقاط القوة والضعف وتطوير الفهم المشترك بين المعلمين والتعرف على الطلاب الضعفاء وتعزيز مهام الإشراف وزيادة مشاركة أولياء الأمور وتوعيتهم.
وقدم مسؤولو التعليم في المناسبة تقارير عن الأنشطة التي تم تنفيذها في المديريات والتحديات التي تواجهها. وأوصى المشاركون بالتخلص من المواد الكيميائية المخبرية منتهية الصلاحية وإجراء البحوث التي تركز على توزيع المعلمين، وأن يكون تدوير المعلمين في الزمن المحدد، والنظر في مركز إعداد المعلم، وتنظيم برامج وندوات تركز على الأخلاق والقيم للطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي. وقالت سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيدة أمة نجوسي أن التقرير أعطى صورة واضحة وحثت على التنسيق بين جميع الهيئات الحكومية والجبهة والمجتمع للتغلب على الفجوات والتحديات القائمة. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتأبتس فاسيون أن إدارة الإقليم ستلبي المتطلبات لتعزيز الأنشطة التعليمية. توجد في الإقليم الجنوبي 243 مدرسة تمهيدية و283 مدرسة ابتدائية و111 إعدادية و31 مدرسة ثانوية بإجمالي 668 مدرسة. أفاد الاجتماع التقييمي الذي عقد في 6 مارس بأن الدورات التدريبية المقدمة للمدراء والمشرفين التربويين والمعلمين لها دور إيجابي في نتائج الطلاب. وقال مسؤول مدارس مديرية مصوع الأستاذ إسماعيل صالح إن الدورات التدريبية ركزت على وضع خطط أساليب التقييم للمدراء والمشرفين ونقل المعرفة للمعلمين الجدد. وناقش الاجتماع التقارير التي تركز على الثقافة والرياضة والصحة بالإضافة إلى الإشراف والتربية. واقترح المشاركون تسريع إصلاح البنية التحتية للمدارس ومعالجة النقص فيما يخص معلمي لغة الأم والكتب المدرسية وتحديد أسباب التسيب ومعالجة النقص في الأثاثات المدرسية. وذكرت مسؤولة الإدارة والمالية في مكتب التعليم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة آمنة صالح، ذكرت في ختام الاجتماع الجهود المبذولة لحل المصاعب مرحليا، داعية المدارس على الجدية في التعامل مع الممتلكات وصيانتها. تتخذ المبادرات المجتمعية في مديرية معين للتخفيف من نواقص الخدمات الاجتماعية. وبناء على ذلك ينشط سكان أمبيتو بتوظيف أموالهم وعملهم لتأمين مصادر مياه الشرب للناس والماشية، بينما يتم بناء فصول دراسية إضافية في عد نبرة وكرس كمتة لحل النقص في الفصول الدراسية. وذكر مدير إدارة ضاحية تغلابية السيد سقاي زرو أن أمبيتو هي إحدى القرى التي تعاني من نقص مياه الشرب الصالحة، ويعمل الشعب لحل مصائبه. وقال رئيس لجنة تنمية أمبيتو السيد هيدي تسفى مريم إن مصدر المياه قيد الإنشاء تمت دراسته وفحصه من قبل خبراء الموارد المائية. في غضون ذلك تجري أعمال مد أنابيب المياه من محطة التوزيع إلى المنازل في إدارة ضاحية قلعي بعلتيت. من جهة أخرى يقوم سكان عد نمرة وقرص غمدة ببناء فصول دراسية إضافية بمساعدة أفراد قوات الدفاع لحل النقص في الفصول الدراسية الابتدائية والمتوسطة. من ناحية أخرى قام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في جنسل وكعاتيت قام بإصلاح الطريق الترابي من ميعين إلى كعاتيت خلال فترة الإجازة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت إن طهران لن تتفاوض تحت ضغط البلطجة، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أرسل رسالة إلى أعلى سلطة في البلاد بهدف التفاوض على اتفاق نووي. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال إن هناك طريقتان للتعامل مع إيران، عسكريا أو إبرام اتفاق، وذلك لمنعها من امتلاك أسلحة نووية. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن خامنئي قوله خلال اجتماع مع مسؤولين إيرانيين كبار إن العرض الذي قد تقدمت به واشنطن لبدء المفاوضات يهدف إلى فرض رغباتها. وذكر بأن بعض الحكومات التي تمارس البلطجة تصر على المفاوضات ليس لحل القضايا بل لفرض مطالب جديدة، ولن تقبل إيران رغباتهم،
ورد البيت الأبيض على رفض إيران دعوة ترامب للتفاوض على اتفاق نووي، مكررا تأكيد ترامب بأن التعامل مع طهران سيكون إما عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق. وأعلنت طهران في الأشهر القليلة الماضية عن إضافات جديدة إلى أسلحتها التقليدية، منها أول حاملة طائرات مسيرة وقاعدة بحرية تحت الأرض، وذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أعلنت الصين يوم أمس السبت أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات كندية من المنتجات الغذائية، ردا على رسوم فرضتها أوتاوا على بكين العام الماضي. وأوضحت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رسوما نسبتها 100% على الواردات الكندية من زيت السلجم، أي زيت بذور اللفت وكعك الزيت والبازلاء، و25% على المنتجات المائية ولحم الخنزير. وكانت كندا فرضت في أغسطس الماضي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، تماشيا مع إجراءات أمريكية للحد من تدفق هذه المنتجات المدعومة من الدولة الصينية إلى أسواق أمريكا الشمالية. كما شملت الرسوم الكندية في حينه واردات الصلب والألمنيوم من الصين. وأكدت الوزارة أن التحقيق الذي أجرته بكين بشأن مكافحة التمييز خلص إلى أن الإجراءات التقييدية الكندية ضد بعض المنتجات الصينية عطلت النظام التجاري الطبيعي وأضرت بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية. وكندا هي من أبرز الدول المنتجة لزيت السلجم النباتي، والذي تستخدم بعض أشكاله في الطهو وأخرى في الصناعة، والصين هي تقليديا من أكبر مستهلكي هذا الزيت في العالم. خرج رئيس كوريا الجنوبية المقال يون سوك يول من السجن أمس الجمعة بأمر قضائي أيد طلبا من محاميه بإلغاء مذكرة توقيفه. وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في شهر ديسمبر. وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعي عليه. وأضافت المحكمة من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف. وهو يواجه أيضا محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يبعث رسالة إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية. الإقليم الجنوبي يحيي 8 مارس في حاضرة الإقليم مدينة مندفرة. بحث تحسين نتائج التعليم في الإقليم الجنوبي. وخامنئي يقول إن إيران لن تتفاوض تحت ضغط البلطجة الأمريكية. الصين تعلن فرض رسوم جمركية على منتجات غذائية من كندا. والرئيس الكوري الجنوبي المقال يخرج من السجن بأمر قضائي. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.